قصة الغرفة 114. في أبواب لو فتحتها عمرك ما هتقفلها تاني، وفي أماكن ما تحاولش تفهمها لأنك مش هتخرج منها زي ما دخلت. اللي هتحكيله القصة دي حصلت فعلا. مش مهم تصدق، المهم إنك تسمع لحد الآخر وتفتكر رقم واحد: اوعى تدخل أوضة ملهاش عنوان. أهلا بيك في قصة النهاردة، الغرفة 114، الدور اللي مش في الخريطة. بس قبل ما نبدأ، أتمنى من حضرتك إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ القصة. أنا مينا، وعمري ما كنت من النوع اللي بيصدق في الحواديت الغريبة، بس اللي حصل لي في الأوتيل ده محدش يقدر يطلعني منه زي ما دخلت. الليلة بدأت وأنا رايح اسكندرية علشان شغل. الدنيا كانت مطر والساعة عدت 12 بالليل، والعربية خلاص سخنت، فقلت أنزل أي أوتيل وخلاص. لقيت واحد شكله قديم كده في شارع جانبي، اسمه مش مهم بس شكله كلاسيكي، النوع اللي تحس كأنك داخل فيلم أبيض وأسود. دخلت لقيت راجل عجوز قاعد في الريسبشن، عينه فيها حاجة بس مش عارف أوصفها. قال لي: أوضة 210 مش هتنفع، فيها شغل صيانة. وسكت شوية وبعدين قال: هبدلك ب114، أوضة مريحة وهادية. ساعتها قلبي اتقبض، مش عارف ليه الرقم ده خلاني اتوتر، بس المطر بره شغال وانا تعبان، فقلت ماشي. اداني مفتاح خشب قديم تقيل محفور عليه رقم 114. طلعت السلم الدور الأول. الممر طويل ومكتوم، ريحته قديمة والنور خافت. مفيش أي أوضة تانية بس باب واحد في آخر الممر. وصلت، بصيت على الرقم 114، فتحت الباب ودخلت. الأوضة شكلها عادي: سرير كبير، ترابيزة، مراية طويلة، شباك، بس الجو فيها بارد بطريقة غريبة، والريحة عاملة زي هدوم مبلولة متخزنة في دولاب مقفول من سنين. بصيت في المراية، حسيت فيها حاجة مش طبيعية. بمد ايدي والصورة بتتأخر ثانية، كأن الانعكاس بيفكر يرد قبل ما يعمل كده. غمضت عيني شوية وقلت يمكن تعبان. فتحت الشباك، مفيش شارع، مفيش ناس، مفيش صوت. الدنيا ضلمة وسودة، سواد بيلف حوالين المباني، بس أنا مش شايف مباني، أنا شايف ضباب تقيل كأنه بيسحب الهوا من وشي. قفلت الشباك بسرعة ورجعت للسرير، رميت جسمي عليه. غمضت عيني وسمعت حاجة بتنده عليا بصوت ناعم خفيف جاي من ناحية المراية: مينا. صحيت مفزوع، بصيت حواليا، كل حاجة ساكتة وكل حاجة باردة. بصيت في الموبايل، الساعة 2:14 الظهر، بس بره الدنيا ضلمة وسودة أكتر من الأول. فتحت الباب وخرجت أشوف. الممر شكله اتغير، والحيطان مشققة، والسقف بيكتر، والنور بينور ويطفي لوحده. نزلت على الدور الأرضي، الريسبشن اختفى، فاضي تماما، كأن المكان عمره ما اشتغل. رجعت أجري، رجلي بتترعش، صوت نفسي عالي. وصلت قدام 114 تاني. الباب كان مفتوح. دخلت ولقيت نفسي أنا قاعد على السرير، نفس الهدوم، نفس الملامح، بس الوش مرهق، باين عليه سنين طويلة جوه الأوضة، باين عليه إنه مستني كتير. بصلي وقال: اتأخرت يا مينا، كنت مستنيك. اتجمدت مكاني، رجعت ورا، جريت برا الأوضة، لفيت يمين نفس الباب، لفيت شمال نفس الباب، كل طريق بيرجعني ل114. والأرض بتتهز تحت رجلي، والحيطان بتهزر كأن المكان كله عايش وبيضحك عليا. صوت بيجي في ودني: لف، لسه بدري. جربت اخد الأسانسير، فتحت بابه، لقيته بينزل لتحت، أدوار ملهاش نهاية. الدور 1، 2، 3، 5، 9. وفجأة وقف. الباب فتح بس مفيش أرض، في سلم خشب نازل، وريحة عفن طالعة من تحته. رجلي نزلت أول درجة، وسمعت صوت تاني بيقول: لو نزلت ما تسألش ترجع ازاي. جريت، طلعت، رجعت للدور الأول. كنت ميت من الرعب، بس أول ما فتحت باب الممر كنت قدام باب 114. الباب مفتوح والإضاءة فيه كأنها بتندهني. المراية من جوه مليانة دخان أبيض، بس كان في وشي باصص عليا، وشي، بس مش في اللحظة، في المستقبل. دخلت. الأوضة وسعت لوحدها، كأنها مش غرفة، دي قاعة. المراية كانت كبيرة، أكبر من أي حاجة شفتها قبل كده. قربت منها،
بصيت وشفت نفسي أكبر وأضعف ومليان خوف، عينيا سودا ووشي مش باين عليه أي حياة. المراية مش بتعرض اللي قدامها، دي بتعرض اللي جواك. بصيت على السرير فاضي بس مكتوب عليه بالدم ارجع. خرجت أجري، لفيت، حاولت أفتح الباب بأي طريقة، وفجأة لقيت نفسي واقف قدام باب الأوتيل من بره. الدنيا صباح والعربيات ماشية والحياة طبيعية، بس حاجة جوايا كانت مش مظبوطة. كل اللي حواليا باصين ليا كأني شخص غريب. دخلت كافيه، بصيت في مرايتهم، وشي هو بس مش هو. الملامح صح بس العينين فيها أنا تاني. قلبت جيبي ولقيت المفتاح نفسه 114. ومن ساعتها كل اوتيل بخشه بلاقي نفس الرقم، وكل مرة اقرب من الباب اسمع صوتي من جوه بيقولي ارجع، المراية لسه مستنياك. جريت على البيت، وقفت قدام الباب حاسس ان رجلي خفيفة، مش حاسس بنفسي. طلعت الموبايل، فتحت الكاميرا، مفيش انعكاس، الكاميرا فاضية كأني مش موجود. جاتلي نوتيفيكيشن، غرفة 114 تم الحجز بنجاح، ضيفك وصل. بصيت جنبي لقيت أنا واقف مبتسم، وقال لي أنا اللي هكمل حياتك، أنت خلاص رجعت هناك. هو رجع بس مش هو، والمراية لسه مستنياك. ما تفتحش أي باب إلا لو متأكد إنك اللي هتخرج منه. لو عجبتك القصة ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة. كان معاكم يوسف حمدي من قناة زل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.